مساء الخير، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا بنكمل يا جماعه نفس السلسله اللي كنا بدانا فيها عشان خاطر نوفر عليكم هنقول ايه صعوبه التعامل مع التطورات اللي بتحصل، سواء ليكي انت كزوجه او كبنوته حتى ايفن لسه وبتشوفي الدنيا اخبارها ايه في حياتك، لسه بتستكشفي الموضوع ستيب باي ستيب يعني. تمام. هو بس في شويه اسئله كانت بعتت لي من ناس كتير عندي على المنصه هنا على التيك توك او حتى ايفن على اليوتيوب، فاحنا هنحاول نرد على الكويستشنز دي، وبرده فيس وانستجرام. فطبعا يا ريت تعملوا فولو الاكونتس دي كلها عشان هتلاقوا عليها اوبشن ان انا برفع صوت عليها فيديوز على البلاتفورمز الثانيه. بيكون صعب نرفعها على التيك توك عشان خاطر تبقى اجراءات جراحيه، فالبوليسي بتاع التيك توك بتمنع ظهور الحاجات اللي فيها بلاد والكلام ده كله، فيعني او الدم وكده. فانتوا يعني نحاول نستفيد من الموضوع ده ان شاء الله. الموضوع برضو كنت بتكلم عليه تاني، هي بس معلش هنبص عليه هنا عشان خاطر كانت مبعوثه الحاله من الحالات عندي. هو موضوع يا فندم التاني موضوع الام الطمس. تمام، هنتكلم عنه برضه بشكل لطيف ان شاء الله. بصوا يا جماعه، الام الطمس اللي بتيجي دايما عند البنات ممكن تيجي حتى بعض عند السيدات، دي مسمى معروف جدا اسمها بري منسترال سندروم، الام ما قبل الطمس. دي بتحصل عند بنات كتيره جدا جدا لاسباب كتيره. تمام. دايما بتكون الست في الفتره دي او البنوته في الفتره دي بتيجي تشتكي: يا دكتور انا عندي بين شديد جدا جدا في منطقه الموبايل يمين وشمال، عندي الم موجود في منطقه الحوض مستمر معايا فتره طويله جدا ومجهد جدا بالنسبه لي. دكتور انا بحس في الوقت ده ببين اثناء عمليه الديفيكيشن، اثناء الحمام، سواء اذا كان براز او بول. تشتكي من الموضوع سواء اذا كان يعني ديورنج ديفيكيشن او حتى ميكيوريشن، سواء اذا كان بيعمل بول او براز، بيبقى الموضوع جدا بينفول بالنسبه لها. بلس مود فلكتويشن رهيب بقى، تقول لي بسبب حاسس ان انا ستريسد جدا وممكن اعيط بدون اي داعي. كرامب مش طبيعي، ارتفاع في درجه حراره الجسم. كل الكلام ده بيكون اكسبتد عند بعض البنات بس بليفل بسيط. يعني في ليفل بيكون اكسبتد ان انت بتحسي بوجع وبتحسي بالام، بس ستيل يو كان هاندل يور داي، لسه عندك قدره تعرفي تتعاملي في اليوم بتاعك عادي خالص. سيمز بي كومبليتلي اندر كنترول. انا بنزل شغلي بروح بتعامل في مصر في وجع بسيط بس انا حياتي ماشيه تمام. في نوع تاني للاسف ده بيخليها ممكن تعمل تغيير كامل في ترتيب يومها، ان انا النهارده مش هقدر اعمل اي حاجه نهائي، محتاج اقعد فتره طويله مرتاحه نتيجه البين الاوفر اللي انا بحس بيه دلوقتي، فانا مش عارف اتحرك من مكاني خالص. طيب ده بيكون نتيجه ان في عادات خاطئه بتقوم بيها البنت. في جزء منها بيكون عادي ليه علاقه بالهرمونز وحاجه ليها علاقه بالجسم عندها نتيجه ارتفاع البروستاجلاند او الاكسيتوسين او الاخر من الهرمونات اللي في الجسم بتخلي في بين شديد اثناء الانقباضات الرقميه في نزول الدوره. تمام. او عندها مشاكل في هرمونات ثانيه زي الاندروجين مثلا، تمام، اللي هو ارتفاع هرمون الذكور او الاخر من الكلام ده، فده بيخلي في مشكله موجوده عندها. او حتى يمكن بعض البنات الاكسس استروجين، يعني الموضوع ليه علاقه باضطرابات هرمونيه سواء اذا كان زياده هنا او زياده هنا. واي خلل هرموني بيكون التاثير مش لطيف او سلبي على اي بروسيس تحصل في الجسم عند البنت. هنتخطى الجزئيه دي نبتدي نتكلم. طيب البنات دي شكوتها دايما الحاجات دي. طب يا دكتور ايه العادات الخطا اللي بتقوم بيها؟ اغلب البنات اللي بيبقى عندهم الموضوع ده بزياده شويه هي البنات اللي بتشرب كافيين او قهوه كتير. تمام. بتحب دايما تاكل سبايسز كتير، اللي بتحب دايما تحط بهارات زياده عن الاكل، والاكل السبايسي اللي هو بقى مش بس مجرد بهارات عاديه، لا مش سبايسي عاديه، لا جاست اكل سبايسي اللي هو فيه كميه شطه زياده. البنات اللي بتاخد بيبسي كتير، البنات اللي مثلا ممكن نقول بتشرب ميه قليله، تمام، ومتعوده داي انها تاخد سبلمنت بتاعها من السوليوشنز او فلويدز عن طريق البيبسي والمشتقات الحاجات دي كلها اللي هي المفروض اصلا يعني ما بنشربهاش دلوقتي لاسباب كتيره. فا anyway الحالات اللي زي دي بيكون التعامل معاها سهل، مش صعب خالص. تمام. وموضوع بسيط جدا جدا. احنا بنقول لها غيري من العادات السلبيه اللي بتقوم بيها دي، اشربي ميه كتير، ابعدي عن الحاجات اللي فيها سبايس، ابعدي عن القهوه بكميات كبيره، ابعدي عن الحاجات اللي فيها نسبه كافيين في المجمل وخلاص، بغض النظر عن قهوه او اي مشتق تاني بيديكي كافيين. بلس ان احنا بنقول لها بناخد حاجه اسمها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز او نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز وات ايفر بقى برونسيشن او ايه بريتش او امريكان اكسنت. anyway بناخد الادويه دي كمسكنات قبل ميعاد البريد المتوقع نزولها بثلاث اربع ايام. الهدف من الموضوع ده ان هو بيسهل كتير في الالام اللي بتحسي بيها وقتها، بلس شويه ادويه انتي سبازموتكس مضادات للتقلصات بتهدي الموضوع ده شويه بس. تمام. وفي حالات بقى ارتفاع الضغط او غيره من الكلام ده كله، او مشاكل في الكلى او مشاكل في ادرار البول والكلام ده كله، بناخد حاجه زي الاسبرينلاكتون لو حصل الموضوع ده بقى زاد عندنا شويه. طب نيجي اخر شق وده نقطه مهمه جدا عشان المود فلاكتويشن او الاوفر ستريس والديبريشن. يعني ساعات بيحصل برضه عند البنات اللي عندها ستريس كتير ما بتنامش كويس وعندها ارتفاع في هرمون الكورتيزول اللي هو الستريس هرمون، وده بيحصل طبعا نتيجه عدم النوم، الارق والاخر من الكلام ده كله، او اي مشاكل حتى ايفن لو مشاكل سايكولوجيكال او حتى ايفن سوشيال مشاكل عائليه او غيره. ممكن تبقى بنت هنقول شويه سنتمنتال او يعني الحته عندها سنسيتي عاليه شويه عن الذكور، فده بيخلي الموضوع ياثر على هرموناتها بشكل هنقول اصعب شويه. فبس ممكن نديها ادويه زي السيروتونين ابتيك انهبيتورز اللي هي حاجات تقلل عمليه تكسير واعاده سحب السيروتونين من الجسم عشان تخليه موجود فتره اطول من الجسم فيعادل تاثير هرمون الكورتيزول، زي الفلوكستين او السيرترالين او whatever بقى ايه ده من الادويه اللي بتحسن المود بتاع البنت شويه. تمام. بس ده شيء عادي جدا جدا. وبرده في نقطه الحركه والتمارين بتاعت الكيكس والسكواتنج من الحاجات اللي بتعمل نوع من انواع الارتخاء في العضلات بتاعت الحوض وبتقويها يعني مش بتعملها ارتخاء ان هي بتريحها بس، قصدي بتخلي العضله دي ستريتشبل او ماتش مور فلكسبل. تمام.
مش هترخيها بس هتخليها مرنه اكتر، فده بيسهل جدا ان هي تتخطى مشاكل والام بتحصل اثناء عمليه الطمس. وقدام ان شاء الله لو بتفكر بعد الحمل ان هي تولد طبيعي، بيرفع احتماليات الولاد الطبيعي وبيزود الطلقه والى اخره من الكلام ده كله. فدي نقطه ناخد بالنا منها شويه، ان الام ما قبل الطمس طبيعي تكون موجوده تمام، بس الفكره في الكرونستي او الفكره في السيفيريتي بتاعتها، ان هي قد ايه قويه قوي لدرجه ان انا مش قادر اتحملها والموضوع عندي قاتل يعني مش قادر استحمل لدرجه ان انا بضطر اغير يومي، انا مش هخرج النهارده، مش هروح، مش هاجي، فخلاص اوكي. طب انا النهارده لا قادر اتعامل واتعامل معاها وبروح وباجي واشوف يومي الى حد ما بشكل شبه نورمال شبه طبيعي، خلاص انا هكتفي فقط بشويه ادويه بسيطه مضاده للالام والالتهابات مع شويه ادويه مضاده للتقلصات، والموضوع بيمشي معايا ستريت فورورد عادي جدا جدا، سو ايزي سليزي، يعني الموضوع ما بيبقاش فيه مشكله خالص. ده بالنسبه للموضوع اللي احنا قلنا عليه تمام. احنا النهارده يعني هنعمل زي ما قلنا النهارده عشان تعرفي اكتر عن نفسك، دي سلسله انا قبل كده كنت بعمل سلسله اسمها علوم عشانك، دي سلسله ثانيه جديده اسمها عشان تعرفي اكتر عن نفسك، هتبقى متقسمه شقين، شق ليه علاقه بالبنات وشق ليه علاقه بالمدامات او السيدات، عشان خاطر نسهل عليكم شويه هنقول الاسترس الناتج عن عدم ادراككم الحاجات الفسيولوجيكال اللي بتحصل عندكم في الجسم عامه، يعني انتم ممكن تبقوش واخدين بالكم منها او مش عارفينها وما عندكوش عنها خلفيه. stay tuned for much more videos. يا ريت يا جماعه تابعوا بقيه المنصات على اليوتيوب عشان والفيس والانستجرام، عشان دي الاماكن اللي بقدر ارفع عليها الاوبريشنز العمليات، لان التيك توك البوليسي بتاعته ما بتسمحش ان انا ارفع حاجات فيها مناظر صعبه شويه او جراحيه وفيها فلويدز انكلودينج بقى بلاد او سيريس او whatever، يعني فيها دم او غيره، فبيبقى الموضوع صعب شويه. ميرسي جدا جدا للمتابعه، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا ان شاء الله. stay tuned for much more videos و have a nice day. باي باي.